إلى ضيفنا خالد العبود يقول بأن وسائل الإعلام الأجنبية والخارجية لا يمكن أن تكون لها مكان الآن في الساحة السورية بحكم المحاذير من حصول أي مشاكل ربما تكون طائفية بالأساس. ما تعليقك؟ اسمح لي أول أن أقول أن المشاهد التي وصلت اليوم عبر مقاطع الفيديو التي تصويرها من قبل المتظاهرين ليست كما قال السيد خالد تسيء للسوريين، هي ترفع رأس السوريين وتشرفهم بأنها أظهرتهم بمظهر حضاري سلمي راقي وشجاع جدا، عبرت عن شجاعة عشرات ومئات آلاف السوريين في كافة أنحاء القطر يخرجون رغم مواجهتهم بالرصاص والعنف المطالبة بالحرية. وأيضا هذا الشعب الذي خرج بهذا الشكل علوي وسني درزي ومسيحي وفي كل المحافظات، والسيد خالد عبود يعرف ذلك جيدا، هذا الشعب عيب أن يقال أنه يخشى عليه من الحرية ومن حرية الإعلام. هذا الشعب يبدو أنه متطور بآلاف المسافات عن حكومته وعن الممثلين الرسميين الذين يخرجون ويقولون أنه لا يستاهل حرية أو يخشى عليه من الحرية. يعني سيدة رزان، كل مرة يقال أو يسوق فيها إلى إمكانية ربما جسر الهوة بين النظام والشارع، يزداد الاحتقان الاجتماعي وتتسع رقعة هذه المظاهرات. يعني ما هي القراءات التي يمكن أن تقرأ في ظل يعني هذا الوضع؟ كيف يمكن أن نتحدث عن جسر الهوة والخطاب الرسمي لا يزال يهين الشعب السوري كل يوم على شاشات الفضاء الرسمي والفضائيات العربية وغير العربية؟ كيف يمكن أن يتم جسر الهوة ولا يزال يتم الحديث عن هذا الشعب بأنه مندس أو خائن أو أنه مغرر به أو أنه كما قال السيد قبل قليل أنه لا يستحق الحرية يخشى عليه من الحرية؟ يعني هذه أبسط بداية لكي يتم جسر الهوة، هي أن يتم احترام المواطنين، الاعتراف بمواطنيتهم، بشرعية تظاهرهم، بشرعية مطالبهم. حتى اللحظة لم يتم الاعتراف بذلك. هذه الخطوة تسبق أي خطوة أخرى لما يفترض أنه محاولة لجسر الهوة بين الشعب والنظام، إذا كان هناك محاولة فعلا. يعني الآن هل النفس ما زال إصلاحي بالنسبة للشارع، أم إن المطالب ربما أصبحت تمس أصل المنظومة السياسية في حد ذاتها؟ مطالب الشعب واضحة، وتستطيعون أن تسمعوا ما يطالب به الشعب عبر سماع الفيديوهات وعبر سماع جميع الناس ما تطالب به في الشارع. النقطة ليست هنا، النقطة أنه حتى أبسط المطالب التي انطلق بها الشعب لم يتم الاستجابة لها، على العكس استجيب لها بالعنف، وعنف مضاعف يوم بعد يوم، وبالتالي يوم بعد يوم أيضا ارتفع سقف المطالب فرضا لدى هذا الشارع، وهذا شيء طبيعي. يعني ما المطلوب وما المفترض أن يكون رد الفعل الفوري الآن بالنسبة للنظام؟ أولا وقبل كل شيء وقف العنف ضد الشارع، وقف قمع المظاهرات السلمية، القتل والاعتقال والضرب والتنكيل وما نشاهده وما يمارس بحق المعتقلين المفرج عنهم من تعذيب. وبالمناسبة هو تعذيب لا يهدف إلى الحصول على معلومات، ليس في إطار التحقيق، تعذيب يهدف إلى ترويع وإذلال المواطنين، يتم تعذيبهم حتى لو كان وقت الاعتقال مجرد ساعات قليلة. هذا بالتالي يجب وقف كل هذا قبل كل شيء، وبالترادف معه وقف الحملة الإعلامية الرسمية الغبية والتي تهين الشعب السوري ليل نهار على الصحف والتلفزيونات والمواقع الحكومية الرسمية وشبه الرسمية. ثم نبدأ بعد ذلك، هذه كحسن نية يعني، بعد ذلك يمكن الحديث عن المطالب الحقيقية. أشكرك جزيل الشكر رزان زيتونة، الناشطة السياسية من دمشق.